السلام عليكم اخوتي العزاز ومرحبا بكم كيف العاده في قناتكم. الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه يمكن ليهم يشتركوا، ضغطوا على زر الجرس باش نحطوا شي فيديو يوصل عندكم نتوما الاولين. كما شفنا اخوتي صافي اليوم الجمعه صافي، يعني المنتخب المغربي والبعثه ديالو كانوا في المطار ديال الرباط سلا. تيتسناو يعني التصريح، ما جاوش التصريح صافي رجعوا بحالهم، يعني رسميا ما بقيناش مشتركين في هذا الشان هذه. المهم كما شفنا هذا الاعلامي الجزائري اللي ما عرفناش واش اعلامي ولا شوافه ولا ما نعرف شنو تيدير في المهنه ديالو. قال لك هضر على، يعني هما هضرين في هذا الموضوع هذا ديال الشان، ديال تعذر المنتخب المغربي، تعذر على انه يمشي للشان اللي في الجزائر. هو دخل في موضوع اخر هنا باش تعرفوا محمق. يعني حنا هضرين في موضوع جابنا لكاس العالم، وقال لك كاس العالم فوزي القجع يعني قال لك شفنا في الشفايف ديالو انه تي يعني تيقراو، قال لك هذو اللغه ديال الشفايف تبارك الله عليهم. قال لك شفناه، يعني ما عرفتش هذيك الهضره اللي قال الحكم، سب الحكم القطري اللي كان في الماتش ديال الترتيب بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. المهم الخوت، هو هذا ماشي موضوعنا، هو دخل لهم هذا الموضوع تقلبوا عليه الوجه فوز محمد المغودي ومقدم برنامج، قالوا دخلتينا في موضوع اخر نتايا اش هذا التخربيق. المهم الخوت احسن حاجه، وكما قال نيت المغولي قال لك هذا الشهر هذه ما كناش اصلا باغيين نمشيو ليها. هو قال لك عقوبات، ما العقوبات ما كاين لا عقوبات لا والو، نتوما اللي دايرين هذا الشيء هذا. حنا ما نبقاوش فينا يا ودنك ها هي، يعني ندوروا الدوره باش نجيو عندكم ونشرفوكم، حيت مشى المغرب راه يشرفكم وغينجح لكم هذه الشان هذه الفاشله، وغادي تفشل ان شاء الله. خوتي العزاز، خليوني الاراء ديالكم على هذا الفيديو، على هذا الصحافي نسميوه الصحافي الشوافه. نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.